أحيانا نزرع الكذب في نفوس أولادنا، يعني من حيث نشعر أو لا نشعر. الأم تقول لولدها: إذا أكملت طعامك ستخرج معي. أكمل الولد طعامه وقال لها: هيا نخرج. ردت عليه: خلاص تأخر الوقت وفي الخارج أصلا شبح يأكل الصغار ولا نستطيع الخروج الآن. جلس الولد حزين وهو يرى الأطفال يعني من النافذة ويسمع أصواتهم وهم يلعبون في الشارع، ولم يأكلهم ذاك الشبح. كبر الولد قليلا ودخل المدرسة، وأخبرهم المعلم أن من يحسن السلوك سوف يأخذه في رحلة نهاية الأسبوع. بذل الولد جهده يعني ليكون أول المختارين للرحلة، وانتهى الأسبوع وسأله معلمه: متى نذهب إلى الرحلة؟ أجاب معلمه: عن أي رحلة تتكلم يا ولد؟ وفي البيت وجده أبوه يذاكر دروسه وقال له: إذا نجحت سوف أشتري لك يعني ذاك الشيء الفلاني الذي يحبه ذاك الطفل. انتهى العام الدراسي وكان الولد الأول على صفه، وسأل والده: أين الهدية؟ قال له الأب: خلاص ما يحتاج. حتى كبر الولد وأصبح بارعا في الكذب والخداع، والكل يسأل: من أين أتيت يعني بهذا الخلق الذميم؟ والحقيقة أيها الإخوة، من ورث هذا الخلق وزرع في نفسه أهله ومنهم حوله، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. تأملوها جيدا، أسعدكم الله.